النهارده أعلنت محافظة اسكندرية إنه هيتم غلق جزئي لطريق الكورنيش في الحارة القبلية، بداية من دوران المحروسة لحد كوبري محمد نجيب، والغلق ده هيكون لمدة 12 يوم بداية من يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025. وده علشان يتم استكمال أعمال القشط والرصف الخاصة بمشروع توسعة كورنيش اسكندرية في المكان ده. المحافظة نسقت مع إدارة المرور وتم توفير إرشادات وعلامات مرورية لتسهيل الحركة المرورية، وعلشان كده لازم نتبع إرشادات العلامات المرورية دي علشان ما يحصلش أي زحام خلال فترة الغلق الجزئي وتنفيذ الأعمال. مشروع توسعة كورنيش اسكندرية من المشاريع الهامة جدا واللي بيتم تنفيذها حاليا في المحافظة الساحلية، واللي هتحل أزمة مرورية وخصوصا في شرق اسكندرية، وخصوصا منطقة اعتاد زوار اسكندرية انهم يسكنوها خلال اجازتهم من كل عام. اللقطات اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة هي لقطات ارشيفية لمشروع توسعة كورنيش اسكندرية. تابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد. اخوكم مراد محمود.